بفيديو اليوم حضرت عجينة لكافة الاستعمالات، طرية كتير، طعمتها كتير طيبة، وعجنتها على ايدي لحتى كمان اللي ما عنده عجينة بالبيت تشوفوا انه بتزبط العجينة لو عجناها على ايدنا بتطلع ظابطة وطرية وكأنه عجناها بالعجانة. اكيد بنتعب شوي بس ما بأثر، بنعمل رياضة لإيدينا. شوفوا الفيديو معنا للآخر لتعرفوا كيف بنحضر أطيب عجينة بتنفع لكل أنواع المعجنات. فينا نعمل فيها بيتزا، فينا نعمل فيها فطاير، فينا نعمل فيها مناقيش اللي بدكن إياه. وهلأ يلا نبلش. عندك كبايتين وربع من الحليب الدافئ. الحليب ضروري يكون دافئ مش سخن. إذا الحليب كان سخن الخميرة بدها تنتزع، يعني ما بقى تتفاعل الخميرة عنا وما رح تزبط العجينة. فالحليب بده يكون دافئ، يعني إذا بنحط إصبعنا بالحليب بنقدر نتحمل درجة حرارته من دون ما نحترق. بحط ظرف من الخميرة واللي هو عبارة عن ملعقة طعام خميرة وملعقة طعام ونص من السكر. بخلطهم لحتى يدوبوا، بخلطهم منيح. وبعدين بدي اترك هذا الحليب مع الخميرة والسكر مدة 5 دقايق لحتى تتفاعل الخميرة. كيف بنعرف انه تفاعلت الخميرة؟ لما بنلاقي في رغوة هيك على وجه الحليب اللي عنا بتكون الخميرة اشتغلت وفينا نبلش عجن. هون عندي 6 كبايات من الطحين. بدي زيد. هيدي المي اللي حطيناها، المي والسكر والخميرة، مش المي عفوا، الحليب. وبدي زيد ربع فنجان الشاي زيت نباتي وملعقة صغيرة من الملح. أنا بعرف نوع الطحين اللي عندي، دايما بجيب نفس نوع الطحين، فبعرف إنه يعني بياخد نفس كمية الحليب دايما. يمكن نوع الطحين عندكم يختلف عن الطحين اللي عندي، يمكن تعوزوا شوي حليب زيادة أو شوي حليب أقل. فأنا برأيي إنه أنتوا بلشوا على 6 كبايات طحين، زيدوا الحليب تدريجيا وبلشوا عجن. بخلط أول شي بالسباتولا أو بالملعقة الخشب لحتى العجينة كلها تجمع على بعضها. وبهاي الطريقة ما كتير إيدينا بيطلوا عجين. إذا بتحط إيدي دغري بالطحين والمي إيدي رح يصيروا كتير عليهم عجين. هيك هاي الطريقة أنظف وأحسن. فلما بخلطهم أول شي شوي بالملعقة الخشب أو بالسباتولا بتجمع العجينة على بعضها، فبتبطل كتير بتلزق على إيدي. بعد ما تجمع العجينة على بعضها هيك بهذا الشكل باخدها وبحطها على طاولة نظيفة أو على سطح العمل اللي عنا. أول شي بدي رشة طحين وبلش عجن بإيدي بهيدا الشكل، هذا الشكل اللي عم بتشوفوه. وبدي أعجن مدة لا تقل عن 8 دقايق. فالعجينة كل ما انعجنت معنا، يعني كل ما عجنا وقت أطول كل ما بتطلع بتعطينا نتيجة أفضل. مثل ما عم بتشوفوا بهاي الطريقة بعجن. إذا تعبت إيدي بريحها بلش بعمل بالإيد التانية، بضلني بعمل هاي الحركة لحتى خلص ال8 دقايق. وإذا بتلاقوا العجينة عم طرية معكم شوي لزقت، زيدوا رشة طحين صغيرة وبيمشي الحال. بعمل هالحركة هيك مثل ما قلت لكم مدة 8 دقايق. ولو تعبنا ما بأثر، بنريح من ايد لايد هيك لحتى نخلص. وبرجع بقول لكم الرياضة لإيدينا ما بأثر. أنا كتير بحب أعمل عجين على فكرة، وكتير بحب أعمل عجين على إيدي هيك بنبسط. بعد ما أخلص عجن العجينة بدي ضبها كلها هيك على بعضها، كورها. وبدها تكون العجينة طرية، ما بدها تكون عجينة سميكة أو قاسية. بدها تكون العجينة هيك بهذا الشكل طرية وبتمط بتمغط وما بتلزق بالايد. شايفين ايدي نضاف ما بتلزق، بس هي طريه كتير. هلا بضبها هيك على بعضها بكورها وبجيب جاط بدهنه بنقطه زيت نباتي لحتى ما تلزق العجينه على قلب الجاط. دهنت الجاط عندي نقطه زيت صغيره. بحط العجينه وكمان بدهن الوش تبع العجينه نقطه زيت صغيره، لان هلا بدي اغطيها بالنايلون كمان لحتى العجينه ما تلزق على النايلون، لانه هلا بدها تتخمر وبدها ترتفع. وبعد ما ترتفع أكيد بدها تلزق بالنايلون. فبهيدي الطريقة لما ندهن على وجه العجينة نقطة زيت صغيرة ما رح تلزق ورح تطلع العجينة معنا بالآخر كلها هيك قطعة واحدة. بغطيها وبتركها بمكان دافي بالمطبخ مدة ما بين 45 دقيقة وساعة. أنا شو بعمل؟ أنا بدور الفرن عندي مدة دقيقتين بس ما أكتر. بطفي الفرن، ما بخليه مضوي، بضويه دقيقتين وبطفي. بحط العجينة بقلب الفرن هو دافي وبتركها مدة 45 دقيقة أو ساعة بتصير عندي بهذا الشكل. بترتاح كتير منيح وبتتخمر وبتعطيني نتيجة كتير منيحة. عنا طريقة تانية بنقدر كمان نعبي بجاط مي، جاط مي أكبر من الجاط اللي هو نحن حاطين فيه العجينة، بنحط بقلبه مي دافية. بنحط هاي العجينة أكيد مسكرة كتير منيح لحتى ما يفوت قلب العجينة مي. بنحط هاي العجينة فوق هيدا الجاط وكمان بنتركها لحتى يتضاعف حجمها أو لحتى تنتفخ هيك بهذا الشكل. شوفوا النتيجة ما شاء الله ما أحلاها. العجينة طرية كتير كتير
وبتجنن وطعمتها كتير طيبة. بتنفع للبيتزا، للفطاير، أي نوع فطاير، فطاير اسبانيغ، فطاير لحمة، جبنة، يلي بدكن إياه. مناقيش كمان، شوفوا قد ايه طرية كتير، وصدقوني طعمتها كتير طيبة. فأنا هاي العجينة دايما بعملها لما بدي أعمل أي نوع فطاير أو بيتزا أو مناقيش. سهلة، ما بدها كتير أغراض، مكوناتها أكيد متوجدين بكل بيت. أنا ما بحط زبدة وما بحط لبن، الحليب كافي لحتى يعطينا هاي الطراوة للعجينة. أكيد أنتوا بتقدروا تتحكموا بسمك العجينة لما بدكم تعملوا بيتزا أو أي نوع معجنات، فيكم تعملوها سميكة، تعملوها رقيقة. أنا دايما بالمعجنات اللي بعملها بعمل عجينة رقيقة كتير، هيك بنحبها. شوفوا كيف قلبها بيكون حتى معبى مثل الهواء، طيبة كتير وناجحة كتير. جربوها وأنا مأكدة رح تعجبكم هاي الطريقة. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. بشوفكم بفيديو جديد، هلا بقلكم باي.